السلام عليكم متابعينا الكرام. أصدرت قيادة الدرك الوطني السلام عليكم متابعينا الكرام. أصدرت قيادة الدرك الوطني بيان لحالة الطرقات بعد الاضطراب الجوي الحاصل هذه الأيام، وأشارت إلى حالة الطرقات وتتمثل في أنها أكدت أن هناك 6 طرقات وطنية وولاية مقطوعة بسبب الفيضانات بولاية الشرق. وأكدت قيادة الدرك الوطني أن الطرقات المغلقة بسبب السيول تقع بولاية ميلا وسطيف وأم البواقي، ويتعلق بكل من الطريق الويلائي رقم 48 في ميلا مغلق بين بلدية مشيرة وبئر الشهداء بسبب ارتفاع منسوب المياه، وكذلك الطريق الوطني رقم 100 في ميلا مغلق بين بلدية شلغوم العيد والتلاغمة بسبب ارتفاع منسوب المياه. كذلك الطريق الوطني رقم 10 في أم البواقي مغلق في شطره الرابط بين بلديتي عين الفكرون وأم البواقي، وكذلك الطريق الولائي رقم 6 في أم البواقي مغلق في شطره الرابط بين بلدية الحرملية وأولاد زاوي. والطريق الوطني رقم 5 في أم البواقي مغلق في شطره الرابط بين بلديتي عين الديس والطريق الوطني رقم 10، وكذلك الطريق الوطني رقم 78 في سطيف مغلق على مستوى بلدية عين زال.